عروس البحر، عروس الفن، دكتورة عبير منصور. انت مش قلت لي على الصواري ما لازم عند الجامعه؟ فين الورق يا بنت؟ بصي لي هنا انا بكلمك. رحت الجامعه المكتبه كانت قافله، اتمشيت شويه، حرام اشم هوا. عايزين تدفنوني؟ لا يا حبيبتي، انت اللي عايزه تمشي على حل شعرك زي امك. بصي يا بنت، انت لما جيتي لي هنا البيت وانت لسه صغيره ابوكي جابك ليا عشان اشكمك. طول عمرك كان خايف تطلعي زي امك الخاينه. ما عرفتيش تربيها. بقول لك ايه يا اخويا، انت هتطلع اللي فيك فيا، وبعدين انت الراجل، انت اللي تشكمها مش انا. بنتك وانت حر فيها، ده اذا كانت بنتك اصلا. خلاص يا ماما. عروس البحر، عروس الفن، دكتورة عبير منصور. كثيرا ما يقابل المرء في رحلة حياته أناسية لا آخر لهم، يتقاطع معهم ويتعامل معهم تعاملا لا يتعدى السطح إلى اللباب، لكن القليل، بل القليل جدا، من يستطيع بعد رحلة الحياة الملآنة بالرموز والأفكار والآراء والخبرات والمصاعب والأفراح أن يرسخ في وطن الضمير. إنه أسمى من أن يسقط من بحر الذاكرة متلاطم الأمواج، لأنه يشكل حائط الإنجازات الإنسانية لكل من يعرفه. ومن هؤلاء النادرين نطالع عروس البحر وعروس الفن المسرحي ببورسعيد ومصر. إنها عبير منصور إبراهيم حجازي، ابنة بورسعيد الوفية لمشوار نبوغها، والمخلصة لمحطاتها الفنية الرائعة في إهاب البحر والناس الطيبين. إنها عروس البحر الممهورة برقته وهديره وكرمه وإخلاصه لمحبيه، والمتعلقة أرواحهم بجلال إيقاعاته الرقراقة. إنها عبير منصور، الحاصلة على ليسانس الآداب من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الزقازيق عام 1988. لكن شغفها بالفن المسرحي، وهي التواقة دائما إلى حوز الصدارة، حدا بها أن تحصل بتفوق مذهل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون من قسم التمثيل والإخراج بتقدير عام جيد جدا، مع مرتبة الشرف الألفة على دفعتها عام 1995. ثم إذ لها تكمل مسيرتها العلمية في مضمار الفن المسرحي، إيمانا منها بضرورة تعميق الموهبة بالدراسة الأكاديمية الكاملة والمتشعبة. فحصلت عبير منصور على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بتقدير عام امتياز عام 2000. ثم حصلت على درجة الماجستير في النقد المسرحي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عن أطروحتها العلمية التي عنوانها مسرح يوسف إدريس بين النص والعرض، دراسة سيميوتيقية عام 2003. ثم حصلت على درجة دكتوراه الفلسفة في الفنون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عن أطروحتها العلمية الأكاديمية التي عنوانها تأثير أنتون أرتو على تقنيات الإخراج في المسرح المصري عام 2009. عينت عبير منصور ممثلة بفرقة مسرح الغد للعروض التجريبية منذ عام 95 إلى 1997
لكن نبوغها العلمي والأكاديمي جعل القائمين على قسم علوم المسرح بشعبة التمثيل والإخراج بكلية الآداب جامعة حلوان يطلبون تعيينها أستاذا مساعدا لعلوم المسرح. وقد كان، لتهب عروس البحر فن المسرح من مشكاة روحها متجددة الضياء الرائع والأروع لأجيال من طلاب البحث العلمي في ربوع الجامعة المصرية. ولقد قامت عروس الفن بالتدريس في قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان، وقسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، وكلية الدراسات السينمائية والمسرحية بجامعة بدر. كما أنها قامت بالتدريس في أكاديمية الثقافة والفنون بمطرانية شبرا الخيمة، كما أنها قد أشرفت على العديد من الرسائل العلمية بمرحلتي الماجستير والدكتوراه بقسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان وجامعة القاهرة. ما أجمل وأنبل مسيرة عروس البحر وعروس الفن دكتورة عبير منصور ابنة بورسعيد، التي تفوقت وحققت مجدا مسرحيا وأكاديميا لا نظير له. ومن جملة المسرحيات التي قامت الفنانة القديرة دكتورة عبير منصور ببطولتها المسرحيات الآتية: باب الفتوح إخراج كريم المخزنجي مسرح جامعة الزقازيق عام 87. النسر الأحمر فهمي الخولي مسرح جامعة الزقازيق 88. يا سلام سلم الحيطة بتتكلم سعيد حامد مسرح الثقافة الجماهيرية 88. على علي جناح التبريزي وتابعه قفة إخراج رشدي إبراهيم مسرح الثقافة الجماهيرية الفرقة القومية 89. طلقات من حجارة إخراج عبد القادر مرسي ثقافة نادي المسرح ببورسعيد عام 90. بالحضن يا بورسعيد إخراج السيد طليب مسرح الثقافة الجماهيرية بثقافة النصر عام 90. عروستي إخراج رشدي إبراهيم الفرقة القومية عام 90. هنغني لمين إخراج سمير زاهر الثقافة الجماهيرية الفرقة القومية عام 90. حلم يوسف إخراج رشدي إبراهيم الفرقة القومية بالثقافة عام 91. من يملك النار إخراج جمال مهران مسرح الثقافة نادي المسرح ببورسعيد 92. ثور ظريف جدا تأليف وإخراج دكتور عامر علي عامر المسرح القومي للأطفال عام 93. الغربال إخراج عبد القادر مرسي مسرح الثقافة نادي المسرح ببورسعيد. ليلة صاخبة جدا إخراج دكتور هناء عبد الفتاح مسرح الهناجر. أحلام ياسمين إخراج عبد الرحمن الشافعي مسرح البالون 96. السفيرة عزيزة إخراج حسن الوزير الثقافة الجماهيرية الفرقة القومية بمرسى مطروح 97. ديوان البقر إخراج طارق حسن مسرح الثقافة بيت ثقافة النصر 97. بالوظة في البالون إخراج محمود أبو جليلة مسرح البالون عام 97. حكايات العم كلاني إخراج سيد عبد الرحمن المسرح القومي للأطفال 98. أنا والحكومة إخراج حسن عبد السلام مسرح القطاع الخاص عام 2000. يا غجر إخراج ناصر عبد المنعم مسرح القطاع الخاص عام 2008. أكشن إخراج عادل الكومي المسرح القومي للأطفال. أنقاض إخراج محمد الدسوقي قصر ثقافة الجيزة 2022. ولقد أبدعت الدكتورة عبير منصور في الشاشة الفضية بمسلسلات رائعة ورائدة، ومنها الوعد الحق إخراج وفيق وجدي. القضاء في الإسلام إخراج أحمد طنطاوي. لا شيء يهم إخراج أحمد خضر. اللعب في المضمون إخراج إبراهيم الشقنقيري. سباعية سبع صنايع إخراج إبراهيم الشقنقيري. بنات سعاد هانم إخراج مصطفى الشال.
مجانين على الهوى إنتاج قناة ART للمنوعات عام 93. أحلام نبيلة إخراج رائد لبيب 2009. كما أن نجمتنا قد شاركت في العديد والعديد من الأعمال الدرامية للإذاعة المصرية، وأبدعت في هذا المضمار ببراعة منقطعة النظير، وذلك في الفترة من 1996 إلى 2022. أما في مجال الأفلام السينمائية القصيرة فلقد شارك الدكتورة عبير منصور بإبداع هائل ومختلف في الأعمال السينمائية الآتية: زيارة في الخريف إخراج سعد هنداوي 94، السيد الديك إخراج سيد عيسوي قناة النيل للدراما 98، عيني رأت إخراج هند عبد الستار 2009، الستارة إخراج إيناس محمد عمر 2009، روح وجسد إخراج نور الدين علي 2017. أما عن المهرجانات المصرية والعربية والعالمية التي شاركت فيها نجمتنا العملاقة فإن بيانها كالآتي: مهرجان شطنوف دي بوف للفنون الشعبية فرنسا 1990، مهرجان الفنون الشعبية بلجيكا 1990، مهرجان METZ للفنون الشعبية فرنسا 1990، مهرجان فولغوغراد الدولي الأول للمسرح روسيا 1991، والتي شاركت فيه بورسعيد ممثلة لمصر كلها بمسرحية حلم يوسف تأليف بهيج إسماعيل وإخراج رشدي إبراهيم، وبطولة الراحل العظيم فوزي شنودة وأحمد عجيبة وصلاح الدمرداش وحسين عز الدين ومجموعة كبيرة من أبطال الفرقة القومية المسرحية بالثقافة ببورسعيد، وحازت على المركز الأول على دول العالم في هذا المهرجان، وفازت أيضا بجائزة الممثلة الأولى. مهرجان ASTA للفنون الشعبية القاهرة 1992، مهرجان سكندريات العالم للفنون الشعبية الإسكندرية 92، مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 1993، مهرجان أرمينيا القومي للفنون الشعبية 94، مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 94، المهرجان القومي للمسرح المصري 2010. شاركت الدكتورة عبير منصور فيه مخرجة بعرض عرق البلح، وهو مشروع وما كان مشروعا تخرج للفرقة الرابعة بقسم علوم المسرح كلية الآداب جامعة حلوان. أما في مضمار التحكيم للمسابقات والمهرجانات المسرحية فلقد شاركت عروس الفن المسرحي في تحكيم المسابقات الآتي بيانها: مهرجان مسرح المنوعات لجامعة حلوان من 1998 وحتى 2015، المهرجان المسرحي الذاتي بجامعة عين شمس 2017، المهرجان القمي بجامعة حلوان عامي 2015 وحتى 2022، مهرجانات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، مهرجان آفاق المسرح في الأعوام من 2012 وحتى 2021. أما عن الجوائز والبعثات العلمية للنجمة القديرة عروس البحر وعروس الفن فإنها كالآتي: جائزة أفضل ممثلة في مهرجان فولغوغراد الدولي الأول للمسرح عام 91، جائزة ممثلة أولى مهرجان المسرح العربي المعهد العالي للفنون المسرحية 1992، جائزة جمعية فناني وكتاب وإعلامي الجيزة في التفوق الدراسي في المجال الفني تخصص تمثيل وإخراج 1995، مثلت دكتورة عبير منصور جمهورية مصر العربية في بعثة أكاديمية الفنون للتبادل الثقافي بين مصر وبولندا عام 1995، مثلت مصر في مهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت عام 2014 و2015. إننا أمام رمز هائل للعطاء، أسطورة أخرى من أساطير بحر بورسعيد، إنها عروس البحر وعروس الفن المصري الدكتورة عبير منصور.